مدرستنا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا. المدرسة علينا بتنادي عني اللي شايفها في وسط بلادي، بتنمينا مع بعضينا، بتنمي فينا معلوماتنا. عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية، عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية. فرحتينا بتعلينا وبتاخدي دايما بإيدين ولادنا. مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة مصر التعليمية، أهلا بكم، نحييكم، نرحب بكم في حلقة جديدة ومدرسة على الهوى نستكمل فيها باقي أجزاء منهجنا مع مبادئ التفكير الفلسفي، مبادئ التفكير العلمي. عايزين نقول على حقيقة جايز تكون تزعل بعض الناس، وجايز يعني تكون شيء يعني شوية في دعوة للأمل والتفاؤل، وهو إن احنا رحلتنا مع مبادئ التفكير الفلسفي الجزء الأول أو الترم الأول أو شكت على النهاية. لسه معانا شوية كتار طبعا، شوية معقولين، بس يعني لسه إن شاء الله باقي معانا باقي المهارات. لكن إن شاء الله حتى لو انتهينا من منهجنا احنا عندنا وعد إن شاء الله إن احنا نستكمل معاكم باقي أجزاء منهجنا بشكل مراجعة، مجموعة من الأسئلة نفضل ندرب معاكم ونتدرب معاكم على شكل الأسئلة بكل أشكالها المختلفة إن شاء الله. يعني إذا انتهت مننا الحلقات بسرعة أو خلص المنهج معانا بسرعة. لكن خلينا النهارده نعمل استعراض كده لما تم في الحلقه السابقه والحلقه يعني السابقه عليها كمان، يعني الحلقتين السابقتين. ليه؟ لان من حلقتين احنا بدانا الموضوع الثالث من موضوعات مبادئ التفكير الفلسفي. كان الموضوع الثالث بعنوان خصائص التفكير الفلسفي ومهاراته. خدنا خصائص التفكير الفلسفي وبدانا نعرف الاول يعني ايه تفكير فلسفي، وقلنا لابد قبل ما اتكلم عن خصائصه ومهاراته لازم نعرفه، لازم نقف على تعريف معنى كلمة تفكير فلسفي. وقلنا ان التفكير الفلسفي كمفهوم كاصطلاح يشير الى التفكير الذي يعني الاستقلالية، يعني الاعتماد على الدليل العقلي، يعني قبول الاشياء بعد فحصها وتحليلها ونقدها. ده العنوان الرئيسي لفكرة التفكير الفلسفي. ثم بعد ما خلصنا تعريف التفكير الفلسفي بدأنا نتكلم عن خصائص التفكير الفلسفي، وقلنا ان التفكير الفلسفي يتميز بمجموعة من الخصائص، 4 خصائص على وجه الدقة بتميزه عن اي نوع تاني من انشطة التفكير الانساني. لان طبعا احنا يمكن في الموضوع الاول بدأنا نقول ان احنا عندنا انواع كتير جدا من اساليب التفكير المختلفة، لكن التفكير الفلسفي على وجه الدقة بيميزه 4 خصائص. قلنا الخاصية الاولى الاندهاش، الدهشة، لكن ما اقدرش اقول الدهشة وقف، لازم اقول الدهشة التي تسترعي او تستلزم إثارة التساؤل، يعني دهشة يتبعها تساؤل. دائما الدهشة الفلسفية كده يستتبعها او يلحق بها على طول سؤال، لان الدهشة انفعال عقلي، هزة وجدانية لا تجعل العقل في حالة غياب، ولكن تدفع العقل الى التساؤل. ثم بدأنا نشوف الخاصية الثانية من خصائص التفكير الفلسفي وهي الاستقلالية. التفكير الفلسفي تفكير مستقل لا يخضع لسلطة إلا سلطة المنطق والعقل، يبدأ بالعقل والمنطق وينتهي بالعقل والمنطق. وقلنا إن التفكير الفلسفي ضد مبدأ التبعية، ضد مبدأ يعني الانسياق وراء الغير، لأن التفكير الفلسفي وجهة نظر. احنا برضو عرفنا الفلسفة من تعريفات الفلسفة، قلنا إنها وجهة نظر أو رؤية فكرية شاملة بتاعت مين؟ بتاعت فيلسوف. فلا يمكن تكون وجهة نظر شخصية رؤية فكرية وأنا أتابع فيها الآخرين. يبقى التفكير الفلسفي من خصائصه لازمه أن يكون مستقل، وعشان كده قلنا إنه على الضد تماما من فكرة التبعية. كان معانا خاصية ثالثة كمان وهي خاصية التأمل، الاستغراق في التفكير في موضوع معين. وقلنا ان خاصيه التامل رغم انها صفه عامه عند كل الناس، كلنا بنتامل، كلنا بنستغرق تفكيرنا في بعض الموضوعات اللي بتشغلنا،
لكن صفة التأمل صفة أصيلة ومهمة جدا بالنسبة للفيلسوف، لأنه يركز تفكيره حول موضوع محدد معين يفحصه من كل جوانبه. فالتأمل عند الفيلسوف صفة أساسية، أو نقدر نقول شرط ضروري وشرط كافي وشرط لازم لإجراء التفلسف. الخاصية الأخيرة من خصائص التفكير الفلسفي، ولازم نقول إنها خاصية مهمة جدا برضو، وهي الدقة المنطقية. الصياغة اللفظية للأفكار الفيلسوف دائما تأخذ شكل دقة منطقية. بتبان فين الدقة المنطقية؟ قلنا التصورات، يعني أفكار الفلاسفة، أحكامهم، قضاياهم، نظرياتهم دائما تصاغ بشكل يتسم بالدقة المنطقية، مقدمات تؤدي إلى نتائج. أفكار الفلاسفة دائما تصاغ بهذا الشكل. طبعا يعني عايزين نقول ان انت لو مسكت اي كتاب لاي فيلسوف هتلاقيه دايما يسوق مجموعه من المقدمات لينتهي بحكم، او انه اذا بدأ بحكم يقدم بعد الحكم مجموعه من الادله التي تدعم الحكم اللي انتهى اليه. فدائما افكار الفلاسفه يعني عنوانها الرئيسي هو الدقه المنطقيه في اصدار الاحكام. واحنا قلنا قبل كده وفي الحلقه السابقه كنا بنقول دائما ارفض بدليل واقبل بدليل. بعد ما خلصنا خصائص التفكير الفلسفي الأربع خصائص وتناولناهم بالشرح والتحليل، وقدمنا وقتها مجموعة من الأمثلة سواء من الكتاب أو من خارج الكتاب، رغبة في استثارة الطلاب، رغبة في استثارتك، رغبة في دفعك إلى أنك أنت كمان تبدأ تجيب أمثلة من عندك. على فكرة أنا عايز أقول على كلمة يمكن قالها الفيلسوف الألماني كانت، كان بيقول ما حدش فينا يقدر يعلم حد الفلسفة، لكن ممكن أعلمك التفلسف. عشان كده احنا بنديك خصائص التفكير الفلسفي، مهارات التفكير الفلسفي، لكن يبقى فعل التفلسف عليك انت كطالب. انت اللي طالب، انت كطالب، انت كإنسان عادي، كأي مشاهد لينا لازم يمارس التفلسف. مش هنعلمه الفلسفة، مفيش دروس في الفلسفة، لكن في دروس بتعلم حضرتك مهارات التفلسف، وانت تستخدم المهارات دي في حياتك. عشان كده المهارة مهمة جدا جدا في الفلسفة. انا مش هديك فلسفة، مش هحكي لك قصص فلاسفة، مش هروي لك ده، واذا قلت ده هقوله من درست فلسفة. مجموعة من المهارات استخدمهم وانا بتخذ القرار، مجموعة من المهارات هتساعدني على حل مشكلاتي اليومية، مشكلاتي العادية ومشكلاتي الاجتماعية ومشكلاتي الشخصية. الفلسفة مجموعة من المهارات تخليك تكون وجهة نظر لك محكمة، تميزك عن اي حد تاني، تخلي لك موقف في الحياة، موقف من كل شيء، ما يعديش عليك كل شيء وتقبله على علته كده. قلنا علته يعني اقبله زي ما هو، لا، دائما الفلاسفة او دارسي الفلسفة اي فكرة تعدي لابد ان تمر على العقل اولا ويتخذ منها موقفا، اما قبولا واما رفضا. لكن خلي بالك في ساعات افكار هتعدي عليك مش هتقبلها، او على الاقل هتشك فيها. عشان كده بدأنا أول مهارة من مهارات التفكير الفلسفي، وهي كانت الشك، التردد ما بين نقيضين، كلاهما الرأيين أو النقيضين أو الموقفين اللي هما نقيضين في الأساس عكس بعض، كل رأي فيهم له وجهته، له حججه، وأنا وقفت متردد ما بينهم. وعلى فكرة في حد كان بيقول هو اللي احنا بنشرحه ده حيرة. لا، الحيرة ممكن تكون حالة نفسية، لكن التردد موقف عقلي، خاصة لما يكون تردد بين موقفين كل موقف فيهم له حججه، له وجهته. وده كان تعريف الشك. وعشان كده وقتها قلنا خلي بالك الشكاك مش شخص جاهل، بالعكس الشكاك شخص لديه رغبة في المعرفة الأعمق، في المعرفة الأوسع، في إنه يفهم الرأيين على الوجه الأمثل ليهم، عشان في النهاية يقدر يرجح رأي وياخد قرار وينحاز لطرف من الطرفين عن اقتناع. وقلنا وقتها ان الشك قد يكون شك معتاد عادي جدا يمارسه ويقع فيه اي انسان فينا عادي، مش بالضروره يكون دارس فلسفه. لما يكون قدام موقف هو جاهل بتفاصيله، او ظاهره هو ما يعرفهاش، او موضوع او علم او فكره هو مش على درايه بيه، وقتها بيبقى الشك مشروع، لانه شك معتاد ممكن يحصل لاي حد فينا ما عندوش فكره، مش ملم بالموضوع. لكن على النقيض منه او على عكسه تماما الشك الفلسفي. وقلنا وقتها خلي بالك ان الشك الفلسفي شك مقصود متعمد. ليه؟ عشان استبعد اراء مسبقه، عشان استبعد اراء مبتصره مش مكتمله، حد حكى لي الحكايه وناقص منها جزء فلا بد اشك في كلامه او حد حاول يقنعني بحاجه من قبل ما اجربها.
لابد ان اشك في كلامه، لان التجربه خير دليل وخير معلم. عشان كده جه الشك الفلسفي رغبه في معرفه اليقين. وقلنا ان الشك الفلسفي في تاريخ الفلسفه شفنا مدرستين كبار من الشك. شك مذهبي هدام مطلق، غرضه الشك في حد ذاته، يهدم كل الحقائق، يهدم الحضارات، يرفض الثوابت على الضد من كل شيء ثابت. هو كده الشك المذهبي، كده كل شيء ثابت، قيم، اخلاق، افكار، نظريات، يهدمها. عشان كده ساعات بنسميه الشك الهدام. يقابله الشك البناء المنهجي، الذي هو وسيله يستخدمها الفيلسوف او يستخدمها اي انسان عادي حتى بغرض الوصول الى الحقيقه، الى اليقين. فالشك المنهجي اداه، وسيله يستخدمها الانسان بغرض الوصول للرأي الصواب، الوصول للحقيقة، الوصول لوجهة نظر يطمئن إليها العقل ويرتاح إليها القلب. لأن طبعا أحد تعريفات الشك زي ما قال الجرجاني في كتابه التعريفات، هي الوقوف ما بين شيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، أو هو ما استوى طرفاه. على فكرة كل دي تعريفات للشك تلامس أو تعبر عن حالة من الحيرة، حالة من التردد، لكن لازم ناخد في اعتبارنا وبالنا إن الشك موقف عقلي. العقل فيه بيقف قدام بديلين، قدام طرفين، يرغب في اختيار أحدهما. ولكن الشك المنهجي يستخدم كوسيلة وكأداة. وبدأنا بعدها ناخد نموذجين كبار من فلاسفة الشك المنهجي. نموذج من الحضارة العربية الإسلامية، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، الذي انتقل من الشك إلى اليقين اعتمادا على الحدس القلبي، أو اعتمادا على العبادات وعلى الأمور القلبية. وروى قصته وحياته كلها في قصة الشك في كتابه المنقذ من الضلال. وخدنا نموذج تاني من الحضارة الغربية، الحضارة الأوروبية، ديكارت الفيلسوف الفرنسي، الذي روى أيضا قصته أو حكى لنا تجربته مع الشك، وبدأ بمثال سلة التفاح. لو إن في رأس أحدنا مجموعة من الأفكار، لو إن أحدنا له معه يمتلك سلة من التفاح بها الكثير من التفاح، واحدة بس من التفاح ده فاسدة. في الحالة دي ما عليا لأن أفرغ السلة وأفحص كل التفاح، السليم هرجعه السلة والفاسد هتخلص منه. نفس الأمر، نفس التشبيه مع العقل الذي يحوي العديد من الأفكار، ليس كلها سليم، ليس كلها صحيح، ليس كل ما في العقل يقينا. لازم نقول ده مش كل اللي في دماغ حضرتك يقين وانت مستوثق منه، فبالتالي لابد أن تشك ولو لمرة واحدة في حياتك. طيب، وبدأ بعد كده ديكارت يقول لنا مجالات الشك، ويشك في الحواس، ويشك في العقل، ويشك في الحياة الشعورية، لكنه يعود إلى اليقين وإلى الإيمان عن طريق العقل، استنادا لمبدأ العقل. فوراء الشك إنسان يفكر، شخص يفكر، وهو الذات الإنسانية، ثم يثبت وجود الله بناء على وجود نفسه، ثم يثبت وجود الله، وجود العالم، استنادا على أن الله كامل لا يكذب، وهو أخبر عن أن هذا العالم موجود. كده كانت انتهت رحلتنا المرة اللي فاتت مع الشك، وبدأنا بعدها مهارة النقد كمان. وقلنا خلي بالك دائما مهارة النقد تابعة لمهارة الشك، خلي بالك من ده. إذا شكيت هتبدأ تنقد، بشك في رأيين في وجهتين نظر هبدأ أنقدهم. وقلنا وقتها النقد هو رفض أو قبول فكرة بعد فحصها، بعد تمحيصها. اوعى تقبل إلا بدليل، اوعى ترفض إلا بدليل. ببساطة جدا النقد مهارة بتميز ما بين الصواب والخطأ في الرأي اللي موجود قصادي. النقد مهارة تؤكد ذاتية الإنسان، لأن ببساطة أنا كإنسان متفلسف هقبل بدليل أو هرفض بدليل، فده يؤكد إن ليا استقلالية، ليا رأيي الذاتي، ليا ذاتي المختلفة عن أي حد، مش تابع لحد. حتى لما وافقت على رأي لدي الأدلة التي تؤكد هذا الرأي، وإذا رفضت برفض ومعايا الأدلة. وقلنا وقتها إن النقد كمان له نوعين من النقد: نقد محكم، وده الأفضل لأنه أطبق فيه الأسئلة النقدية على كل المواقف المختلفة، ونقد ضعيف بستخدمه لما أكون بدافع عن معتقد أنا مؤمن بيه، عن رأي أنا مؤمن بيه. وقتها قلنا بنشوف بعض الناس بتدافع عن مثلا فكرة يعني التدخين وتقدم أدلة، وقلنا إن ده طبعا مثال أو ده نوع من أنواع النقد الضعيف. مهارات التفكير الفلسفي كتيرة ومهمة، وكل مهارة أهم من المهارة التانية، وما أقدرش أرجح مع مهارة على مهارة. لكن من أهم مهارات التفكير الفلسفي مهارة الحوار. عايزين نشوف الحوار وتعريفه وأنواعه وخصائصه وإيه السمات اللي بتميزه، لأن كمان الحوار بين الفلاسفة يختلف عن الحوار بين أي حد تاني. إذا
تذكرنا وقلنا ان التفكير الفلسفي به استقلالية، التفكير الفلسفي يرفض مبدأ التبعية، التفكير الفلسفي يقبل الآخر، التفكير الفلسفي به دقة منطقية. فأكيد التفكير الفلسفي اللي بالخصائص دي لابد أن يكون الحوار داخل الفلسفة أو الحوار الفلسفي له شكل آخر أو له طابع آخر يختلف عن أي نوع من أنواع الحوارات الأخرى. لكن في البداية تعالوا نشوف معنى الحوار إيه، مهارة الحوار معناها إيه، أو إزاي داخل حقل الفلسفة يتم تعريف الحوار. مفهوم الحوار هنشوف مع بعض. بيقول لي هو الجدل مع الآخرين بشكل إيجابي، هدفه بشكل إيجابي بهدف الوصول إلى حقيقة موضوع ما. خلي بالك كويس جدا، هو بيتكلم هنا إيه؟ إن الحوار هو جدل مع الآخرين بشكل إيجابي، غرضه إيه؟ غرض الوصول إلى حقيقة موضوع ما. ليه بقى التعريف كده؟ لازم نقف مع التعريف في أكتر من كلمة. أولا في التعريف بيقول لي هو الجدل مع الآخرين. الجدل، كلمة جدل هي كلمة الحوار، أو كلمة يعني بالعامية المصرية كده ساعات تسمع يقول لك إيه، هات وخد، عبارة منك مع عبارة مني، مقولة منك مع مقولة مني، يعني جملة منك مع جملة مني. الحوار كده أو الجدل كده، ولكن دايما الحوار هنا غرضه في المقام الأول وهدفه في الأساس هو الوصول إلى حقيقة موضوع ما. فإذا كنت بتحاور مع شخص معين، أنا غرضي من الحوار هنا مش إثبات الذات، مش الانتصار، مش التعصب للرأي، لا، وفقا للتعريف الغرض والهدف الذي يحكم الحوار هو الوصول للحقيقة. طيب ده كان مفهوم الحوار. لكن هل الحوار له أنواع؟ قال لي طبعا. خلي بالك بقى، أنا معايا نوعين للحوار، الحوار الإيجابي والحوار السلبي. الحوار الإيجابي دايما بين طرفين بغرض الوصول إلى الرأي الصواب والتوافق حول حقيقة ما، أو إقناع أحدهما للآخر بصواب رأيه. وخلي بالك هنا بقى لازم نقف شوية. زي ما أنا شايف كده الحوار الإيجابي له هدف من ثلاثة، إما طالما الطرفين بيتحاوروا، إما إنهم يصلوا إلى الرأي الصواب، أو اللي ممكن ما يكونش رأي أي طرف منهم، وقد يصل إلى التوافق حوالين رأي معين، ولا رأي ولا رأيك ولا رأي ولا رأي الطرف اللي بيتحاور معاه، وإما إن أحدهما يقنع الآخر بصواب رأيه. ما هو في طرفين بيتكلموا حوالين موضوع معين، فكرة معينة، كل طرف منهم في بداية الحوار يرغب في إقناع الطرف الآخر برأيه. ده بداية الحوار كده، ده شيء منطقي جدا. الحوار بين طرفين يبقى كل طرف فيهم بيحاول يقنع الطرف الآخر برأيه. طب فشلنا في ده، قال لي قد نتوافق حوالين رأي في الوسط كده، رأي وسط ما بيننا وبين بعضنا، إذا كان رأي فيه بعض الجوانب الإيجابية ورأي الطرف الثاني فيه جوانب إيجابية. طب ما أنا ممكن في الحالة دي نتوافق حوالين رأي وسط، ولا هو رأيي ولا رأي الطرف الآخر. لكن في بعض الأحيان تلاقي الحوار كده انتهى على إن الاتنين أصلا خطأ، وينتهوا هما الاتنين نفسهم إلى الرأي الأصوب اللي هو لا رأي ولا رأيك. يبقى الحوار الإيجابي له ثلاث أهداف، يا إما طرف يقنع الطرف الآخر بصواب رأيه، يا إما التوافق حول رأي معين ولا رأي ولا رأيه، يا إما نصل إلى الرأي الأصوب، مش رأي الطرفين، الرأي الصواب. وفي الحالة دي، الحالة الأخيرة دي أكثرها دقة، لأن طالما الاثنين اعترفوا بخطأ رأي كل منهما وانتهوا إلى رأي يخالف رأيهما هما الاثنين، يعني إذن هو الرأي الأصوب على يعني في الأرجح. يعني طالما الطرفين انتهوا في نهاية الحوار إلى أن ده خطأ وده خطأ، وانتهوا الرأي تاني مختلف تماما، في الأرجح بيبقى الرأي ده هو الرأي الصواب. ده كان الحوار الإيجابي. لكن خلي بالك في نوع تاني من الحوار سلبي، يعني من اسمه كده يحمل قيم سلبية. تعالوا نشوف مع بعض هو عرف الحوار السلبي ازاي. بيقول لي الحوار السلبي هو حوار يستهدف صاحبه تسفيه الرأي الآخر بأي وسيلة. استنى بس، يعني ايه تسفيه؟ عارف سفيه يعني ايه؟ كلمة سفيه يعني ساذج، يعني عبيط بالعامية المصرية كده. يعني أنا كأني من الحوار السلبي عايز أثبت للطرف اللي قصادي إن رأيه ساذج. طيب وفي سبيل ده بستخدم أي وسيلة من الوسائل اللغوية والتلاعب بالألفاظ دون الالتزام بأخلاقيات الجدل أو أداب الحوار الهادف إلى الوصول إلى الوصول إلى الحقيقة. دايما في الحوار السلبي الغرض هنا إن أثبت إن الطرف الثاني رأيه ساذج، رأيه ملوش اعتبار، وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى مجرد التلاعب بالألفاظ. ممكن تستخدم ده طبعا، وكان في ناس كتير جدا تاريخ الفلسفة شاهد طائفة السوفسطائيين، وأظن احنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن طائفة السوفسطائيين وقلنا ان كلمة سوفسطائي في الأساس
كان معناها معلم الخطابة، ولكنهم لما انحرفوا عن الطريق الصواب أصبحت كلمة سوفسطائي وما زالت تعرف به حتى اليوم هو التلاعب بالألفاظ أو المغالط الذي يتلاعب بالألفاظ. شخص بيلعب بالألفاظ، يقول لفظ ويحمل أكثر من معنى، قد يكون معنى سلبي ومعنى إيجابي، وهو في الأغلب طبعا لما ألقى باللفظ ده بيقصد المعنى السلبي، وإذا واجهته على طول هيواجهك بالمعنى الإيجابي. زي شخص يقول لواحد كده اتلهي، يعني في مشهد شهير في أحد مسلسلاتنا محامي بيقول لوكيل النيابة اتلهي، فببساطة جدا لما بينفعل وكيل النيابة من كلمة اتلهي بالله المحامي لأنه جيد التلاعب بالألفاظ يقول له أنا ما أخطأتش، أنا بقول اتلهي، ده تصريف لفعل يتلوه تلاه اتلهي، اقرأه، ويحول معنى الكلمة من اتلهي ومعنى سلبي ومعنى يعني معناه يعني معنى سلبي في الثقافة المصرية إلى أنه معنى اقرأ. فهنا ده تلاعب بالألفاظ، ده تسفيه لرأي الآخر، ده حوار دار بين طرفين فيهم طرف يرغب في تسفيه رأي الآخر، إثبات أن رأيه سفيه، رأيه ملوش وزن، رأيه ليس صواب، يعني بيقول له أن رأيك وكلامك يصل إلى درجة السذاجة، درجة بالعامية المصرية كده درجة العبط يعني. فده حوار سلبي مش مطلوب، وده بعيد تماما عن حقل الفلسفة، لأن الفلسفة في حوارها تلتزم بالدليل العقلي، تلتزم بأدب الحوار، بأخلاقيات الحوار. ده على طول هيخليني أسأل سؤال، يا ترى الحوار أو الجدل الإيجابي اللي احنا بدأنا بيه النهاردة له أخلاقيات وله أدب؟ طبعا، لكن داخل الفلسفة هنقول خصائص الحوار الفلسفي. الحوار في الفلسفة له مجموعة من الخصائص تميزه، هنقف مع كل خاصية منهم ونقف وقفة متأنية شوية ونبدأ نضرب أمثلة لكل خاصية من خصائص الحوار. تعالوا نشوف خاصية خاصية ونبدأ نحللها ونضرب أمثلة عليها، وفي النهاية اوعى تنسى لازم ناخد موقف، يا ترى احنا مع الحوار الإيجابي مع الحوار السلبي، وأيا من خصائص الحوار اللي احنا هنقولها انت بتقبلها وأيا ما بترفضها. يعني ما هو جايز جدا من الخصائص اللي انا اقولها في بعض الخصائص ما ترغبش فيها، واحنا اتفقنا في منهجنا وفي اسلوبنا في التدريس لابد ان احنا نفهم نطبق ونتخذ موقفا في النهاية نقديا، نقبل نرفض، ولكن في كل الأحوال لأننا بتوع فلسفة لازم يكون دليلنا منطقي عقلاني. يلا بينا نشوف خصائص الحوار وخاصية خاصية مع بعض. فبيقول لي أول خاصية من خصائص الحوار وجود طرفين يقبل كلاهما وجود الآخر ويحترم آراءه ووجهة نظره. لازم يكون في طرفين شخصين، يعني ممكن يكونوا مجموعتين أيا كان، كلاهما كل واحد فيهم بيقبل الآخر، يحترم وجوده ويحترم رأيه ويحترم وجهة نظره، يعني باختصار قبول الاختلاف. ما هو حوار، لازم نقف هنا شوية. طالما حوار بين طرفين يبقى من المؤكد طالما طرفين يبقى وجهتين نظر مختلفين، رأي ورأي آخر، وجهة نظر ووجهة نظر أخرى. وعلى فكرة احترامي لرأيك جزء من احترامي ليك. ما ينفعش أوصف رأيك ده بأنه ساذج وأنه عبيط وأنه رأي، يعني ما ينفعش. في الحالة دي أنا أول حاجة عملتها ما احترمتكش وما احترمتش وجودك. يبقى احترامي أو جزء من احترامي لوجود طرف آخر بيتحاور معايا هو احترامي لوجهة نظره. إيه ده؟ حتى لو كانت مخالفة لوجهة نظري، حتى لو كانت مخالفة لوجهة نظرك، لابد من ده. الحوار كده، لأن أساسيات الحوار بديهية الحوار كده. أنا قاعد أتحاور مع شخص تاني، هتحاور معاه ليه إلا إذا كنا مختلفين. لو أنا مش مؤمن بالاختلاف ما تقعدش حوار، مش هقعد مع طرف آخر أتحاور معاه. يبقى بديهيا كده من قبل ما أبدأ الحوار طالما بتحاور مع شخص يبقى أكيد هو له وجهة نظر تخالف وجهة نظري. وأول خطوة في الحوار لابد أن أقبل وجوده بوجهة نظره المختلفة واحترمه واحترم رأيه، وهو كمان يقبل وجودي ويحترمني ويحترم رأيي، واحترام الرأي جزء من احترام الشخص الذي يطرح هذا الرأي. الخاصية الثانية بيقول لي رغبة كل طرف للتواصل العقلي مع الآخرين دون تعصب للرأي. يستحضرني مثال ضربه أحد الفلاسفة، ومثال بسيط جدا وسهل جدا، في عبارة ليه شهيرة بيوصف فكرة التواصل العقلي دي ببساطة جدا. عايز يوصفها ازاي؟ بيقول لو مع حضرتك تفاحة ومعايا تفاحة، طرفين كل طرف مننا معاه تفاحة في ايده وتبادلنا التفاح، في زيادة وفي نقص؟ من المؤكد لا. بعد ما هديك التفاحة بتاعتي وانت تديني التفاحة بتاعتك ما زال اللي معايا تفاحة واللي معاك تفاحة. لكن لو معاك فكرة تخالف وجهة نظري ومعايا فكرة تخالف وجهة نظرك تماما، فكرتين مختلفين،
وتبادلنا الحوار وتبادلنا الكلام، وكل واحد فينا عرض للتاني وجهة نظره ورأيه، في زيادة وفي نقصان؟ طبعا في زيادة. في زيادة ازاي؟ لان اصبح معايا فكرتين واصبح مع حضرتك فكرتين. ده تواصل عقلي. الحوار كده لازم يكون مبني على فكرة التواصل العقلي، بمعنى كل طرف مننا يمتلك وجهة نظر مختلفة عن التاني. انا عندي رأي، عندي ثقافة مختلفة، وانت عندك ثقافة مختلفة. الحوار بيننا ينشئ نوع من انواع التواصل العقلي، اضافه لوجهه نظري، اضافه لوجهه نظرك. القران الكريم نفسه: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا قال جعلناكم شعوبا وقبائل، وجت بصيغه الجمع، شعوب، قبائل، والغرض من الاختلاف هو التعارف، والمنهج هو ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الغرض هنا الحوار. وشوف حواليك كتير جدا، ده في ابسط شيء حواليك. احنا عندنا في ثقافتنا المعاصره في حضارات كتير جدا بتتميز ببعض الخصائص، بنقبلها وبنحترمها وبنتواصل معاها. احنا على سبيل المثال بنستخدم كتير من التكنولوجيا اللي جايه من الدول الغربيه، وده قد يكون نوع من انواع التواصل العقلي، نوع من انواع التواصل العقلي. ايه المشكله؟ منتج، انتاج، ثقافه، علم، فكر، ايا كان انتجه اي شعب او اي، احنا كنا بنتكلم على الحوار على مستوى الافراد، انا عايز اقول لك انه على مستوى الشعوب اهو. ده ثقافه، فكر، علم، حضاره، تكنولوجيا انتجتها اي حضاره، بنتعامل معاها باحترام، بنقبل منها ما يوافقنا وبناخده وبنستخدمه وبيبقى جزء من ثقافتنا. اذا حتى الحوار على مستوى الحضارات موجود. ممكن كل حضاره وكل ثقافه وكل مجتمع ياخد من مجتمع اخر تاني، ده موجود حقيقي، وده مصداقا لقوله تعالى زي ما قال كده: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ده وارد وده حاصل، ممكن جدا الشعوب تتبادل ثقافتها، بس الشاطر، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، انك تقبل ما يتوافق مع ثقافتك، هويتك، عقيدتك، عاداتك، تقاليدك، دينك. مش هقبل كل شيء بيتعرض عليا. فعشان كده ده نوع من التواصل العقلي. الحوار لابد ان يكون تواصلا عقليا، تضيف ليا واضيف لحضرتك، بس خلي بالك من غير تعصب للرأي، من غير استعلاء، لان الاستعلاء والتعصب للرأي على الضد تماما من التفكير الفلسفي. التفكير الفلسفي مش تعصب، في قبول الاراء المختلفه. وهو احنا بنتكلم النهارده على مهاره مهمه جدا اسمها مهاره الحوار، اني اسمع الطرف الاخر، انصت اليه، استمع اليه، اعمل الفكر في اللي بيقوله، فاقبل او ارفض. وخلي بالك اول خاصيه اتكلمنا عليها النهارده، احترام الراي حضرتك هو احترامي ليك. فالحوار قايم على مسلمه اساسيه. المسلمه الاولى او فكره كده بديهيه ان احنا مختلفين، الفكره الثانيه يحترم كل مننا الطرف الاخر، الفكره الثالثه ان الحوار بيننا تواصل عقلي، اضيف اليك وتضيف الي من افكار. اذا كان الحوار كده يبقى اي حوار هيبقى بالمستوى العالي ده او المستوى الفكري ده، اضافه لكل طرف. الحوار في الحاله دي هيبقى متعه فكريه، هيبقى وجبه جميله جدا، كاني قاعد مع طرف اخر بيحترمه وبيحترمني، يضيف الي واضيف اليه. اختلفنا نختلف، لكن كل طرف فينا يحترم الراي الاخر. نشوف الخاصيه الثالثه معانا من خصائص الحوار الفلسفي. قال لي الحوار هو الاطار الموضوعي لممارسه الحريه ونستبعد فيه كل الاراء المسبقه والرغبات الذاتيه. خلي بالك ده اطار موضوعي لايه؟ انا بس عايز اقول هنا هو الحوار هو الاطار الموضوعي لممارسه الحريه ونستبعد فيه الاراء المسبقه والرغبات الذاتيه. بمعنى ايه؟ الحوار هنا بمعنى ايه؟ الحوار هنا عايز يقول لي بس اطار موضوعي لممارسه الحريه. ما صحيح انا حر في الراي، عندي راي انا حر فيه، همارس الحريه دي فين؟ هقولها فين؟ لازم يكون الحوار مجال، مساحه انا بعرض فيها وجهه نظري قصاد طرف تاني عنده وجهه نظر مختلفه. هو ده كده الحوار، اطار موضوعي لممارسه الحريه. كل واحد فينا له وجهه نظر تختلف عن الطرف التاني. حلو جميل. واحنا بنتحاور مع بعض كل واحد فينا بيقدم وجهة نظره اللي مختلف عن الطرف الثاني. بمارس حريتي في ان اعبر عن رأيي واقدم الادلة على ان رأيي صواب، وانت قصادي بتقدم ادلتك على ان رأيك اللي هو عكس رأيي على ان رأيك صواب. بس خلي بالك واحنا بنتكلم هنا بنستبعد كل رأي مسبق، بنستبعد العوامل الذاتية، بنستبعد العوامل الشخصية. احنا بنتكلم في موضوع معين، محور حوارنا او جدالنا ما بيننا وبين بعض هو موضوع بنتكلم فيه، بعيدا عن الامور الذاتيه، بعيدا عن العاطفه، كمان شويه هنتكلم عنها، بعيدا عن الانفعال، بعيدا عن التعصب.
بعيدا عن الرأي مسبق، لا احنا طالما هنبدأ حوار اذا كل شيء قابل للجدال. نشوف الخاصية معانا اللي بعد كده كمان. قال لي يقبل الجميع بالحوار الفلسفي ايا كان موضوعه. طالما هنبدأ نتكلم حوار فلسفي، نبدأ نتكلم في موضوع. خلي بالك انا بتكلم على حوار فلسفي بين طرفين، ما مش معقول هيكونوا اتنين بتوع فلسفه مثلا هيتكلموا فلك. لا، انا بتكلم هنا ان الحوار الفلسفي طالما هيدور ما بين طرفين كل طرف فيهم يعني بيدرس فلسفه، يقبل الجميع هذا الحوار ايا ما كان هذا الحوار. طيب خلي بالك بقى، اخر خاصيه مهمه جدا جدا جدا، وانا عايز اقف عندها شويه، لان في حياتنا اليوميه بنشوف ساعات بعض الممارسات اللي عكسها. بص معايا ونقرا شويه الخاصيه الاخيره ونقف معاها شويه. قال لي لا يستند الحوار الفلسفي على التاثير العاطفي بل على الدليل العقلي. ارجعك واربط شويه ما بين اكتر من نقطه مع بعض. في اول حلقه لينا لما جينا بنعرف التفكير الانساني بشكل عام، قلنا ان التفكير الانساني نشاط عقل انساني يعتمد على الخبره والمعلومه. ده كان خاصيه مهمه جدا في التفكير الانساني. وقلنا وقتها ان في اصدار الاحكام واتخاذ المواقف يستند الانسان في تفكيره على الدليل العقلي، على الخبره، على الممارسه اللي قبل كده. طيب كويس جدا. واتكلمنا كمان واحنا بنتكلم عن عوامل الوقوع في خطأ التفكير، ان من عوامل الذاتيه التي تؤدي للوقوع في خطأ التفكير سيطرة العاطفه على العقل. لان لو عاطفه سيطرت على عقل الانسان هتصطدم مع العقل، ويبدأ العقل يبرر العاطفه، يعني في النهايه العقل هيقع في الخطأ. عشان كده طول الوقت، والقابليه للاستهواء كمان، انك تصدق اي كلام يتقال لك، قلنا برضو ده مرفوض. وقلنا وقتها خلي بالك لابد ان كل عباره تتقال لك تعدي على منطق العقل، تعدي على العقل الاول، اوزنها، انقضها، اشوف الادله التي تؤيدها. خلي بالك كل ده بيصب معانا، اللي احنا قلنا ده كله بيعتبر مقدمات لهذه الخاصيه. الخاصيه بتقول ايه بقى هنا؟ بتقول لي لا يستند الحوار الفلسفي على التاثير العاطفي. امال يستند على ايه؟ الدليل العقلي. لما تيجي تقنعني لابد انك تستند لدليل عقلي، مش المساله عاطفيه، مش للشفقه، مش يعني انا مش عايز اخوض في المساله كتير، لكن ده مش معناها ان دارسي الفلسفه ما عندهمش عاطفه، وانا قلت الكلام ده قبل كده، لا. ولكن ده حوار كل طرف فينا بيحاول يقنع الطرف الاخر، او نتوافق حول راي، او نوصل للراي الصواب بناء عليه، او نوصل لحقيقه الموضوع بناء عليه. الدليل العاطفي لو استندنا ليه كطرفين مش هنحقق اي حاجه من دول، ولا واحد فينا هيقنع التاني، ولا هنوصل للراي الصواب، ولا هنتوافق، لان المساله بقت مساله عاطفيه. لكن لو كان الدليل منطقي وعقلي هنتوافق عليه وهنقبله، واللي دليله اقوى واللي دليله العقلي يعني امتن هو اللي هيقنع الطرف الاخر، وبالتالي الراي اللي عليه دليل هنقبله. لكن لو استندنا للعاطفه هنفضل نجادل بعض ونحاور بعض، ومش هنوصل لاي فكره ولا اي راي، ولا هنوصل لاي شيء. هنلاقي نفسنا في النهايه وقعنا في خلاف وفي جدل، كل واحد فينا خدها من ناحيه عاطفيه، او من ناحيه شخصيه، او ان شئت الدقه من ناحيه ذاتيه. كده دي كانت خصائص الحوار الفلسفي. شفت الحوار الفلسفي بدأ باحترام الطرف الآخر واحترام رأيه، بدأ بأنه رغبة في أن كل طرف من الأطراف يتواصل عقليا مع الطرف الآخر، رغبة في أن كل واحد فينا يمارس حريته في التعبير عن رأيه، رغبة في أن كل واحد فينا يقبل الحوار الفلسفي، يناقش أي موضوع فلسفي طالما الطرف اللي قصاده بتاع فلسفة زيه. في النهاية الحوار الفلسفي استند إلى الدليل العقلي، فكان لابد فيه من نتيجة هي الرأي الصواب أو الرأي الحقيقي. إذا كان الحوار يستند إلى الدليل العقلي بلا تعصب بلا استعلاء، فالنتيجة النهائية والمؤكدة له هي الوصول إلى الحقيقة. دي كانت مهارة مهمة جدا 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 من مهارات التفكير الفلسفي. وزي ما قلت لحضرتك كل مهارة من مهارات التفكير الفلسفي أهم من المهارة اللي قبلها واللي بعدها، لدرجة انك يصعب عليك انك تقول ان في مهارة اهم او مهارة ادق. المهارات دي اذا توافرت في دارس الفلسفة كنا قدام انسان لديه القدرة على قبول الاخر، احترامه، احترام الرأي الاخر، شخص لديه الدليل العقلي المنطقي على صدق الرأي الذي انتهى اليه، شخص يقبل الاخرين. وهنا
لازم نقف مع المهارة الجديدة من مهارات التفكير الفلسفي اللي هنشوفها مع بعض، وهي مهارة التسامح الفكري. تعالوا نشوف التسامح الفكري هيجي فين وامتى وازاي. في البداية لابد اعرف يعني ايه تسامح فكري في الاساس. نشوف مع بعض. بيقول التسامح الفكري هو اعتماد الشك في التفكير. انا مؤمن بمبدأ الشك والاخذ بمبدأ نسبية الحقيقة. الحقيقة نسبية، قد تكون لدي او لديك، والاعتراف بالاختلاف وبمشروعية الخلاف. خلي بالك، شفت كم حاجة؟ الشك، نسبية الحقيقة، الاعتراف بالاختلاف، وبمشروعية الخلاف. 4 خصائص إذا توفروا في الشخص كان يمارس مهارة التسامح الفكري. وعلى فكرة عايز أقول لك على حاجة، مهارة التسامح الفكري على العكس تماما من فكرة التعصب الذي لا يليق بالفلاسفة. وإحنا قلنا الكلام ده، لا يليق بفيلسوف أن يكون متعصبا. الفيلسوف دائما شخص متسامح، يعني مؤمن بالشك، كل شيء يقبل الشك، كل فكرة تقبل الشك فيها إلى أن تثبت بدليل منهجي أو دليل عقل منطقي. 2، الفلاسفة يؤمنون، أو اللي عندهم تسامح فكري يؤمنون بفكرة نسبية الحقيقة. طبعا رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. ده الإمام الشافعي أحد الأئمة الكبار في المذاهب الإسلامية يقولها صراحة: رأيي صواب لكنه يحتمل الخطأ، ورأي غيري أنا بعتقد أنه خطأ لكنه يحتمل الصواب. ما قالش ان رأيي صواب على طول الخط، ما قالش بالمعرفة بالحقيقة المطلقة. يعني الإمام الشافعي ما قالش أنا رأيي صواب على طول الخط، لا، ده بالعكس، أنا رأيي صواب من وجهة نظري بس ممكن يكون خطأ، ورأي غيري من وجهة نظري هو خطأ بس قد يحتمل أنه يكون صواب. الإمام الشافعي ما أطلقش الحكم على أنه هو دائما صواب على طول الخط، أو قال أن أنا عندي حقيقة مطلقة أمتلكها. ما قالش كده الإمام الشافعي، بالعكس، ده قال رأيي قد يحتمل أنه يكون خطأ، هو صحيح من وجهة نظري لأنه رأيي حاجة بتخصني، جزء من ذاتي، جزء من تفكيري، جزء من شخصيتي، ده رأيي، وجهة نظري، بس صواب، بس قد تحتمل الخطأ. طب ورأي غيري؟ لأن أنا عندي رأي الذاتي، أكيد رأي غيري خطأ لكنه يحتمل الصواب. يبقى شفت التسامح بدأ بحاجتين: الشك في كل فكرة وكل معرفة قابلة للشك، قابلة للنقد، ومنهم آرائي وأفكاري على وجه الخصوص إذا كنت هقول إن أنا متسامح. 2، نسبية الحقيقة. الحقيقة مسألة نسبية، قد يتوافر جزء منها مع الشخص ده ومع شخص تاني معايا مع طرف تاني. 3، قال الاعتراف يعني الاختلاف. الاختلاف ده شيء حقيقي، وده سنة طبيعية في الإنسان. إحنا مختلفين في الأشكال وفي الألوان وفي الأجناس وفي كل شيء، وفي الأديان وفي الثقافات وفي البلدان، في كل شيء إحنا مختلفين. فبالتالي الاختلاف ده شيء طبيعي جدا بين البشر، شيء طبيعي. كل واحد فينا يبقى له وجهة نظر، رؤيته المختلفة، مشاعره المختلفة، ثقافته المختلفة. ده الفلاسفة نفسهم مختلفين. الفلاسفة نفسهم كل فيلسوف كان موجود في عصر مختلف عن العصر الثاني، وجهة نظر مختلفة، رأي مختلف. يبقى التسامح الاعتماد على الشك في التفكير، نسبية الحقيقة، الاعتراف بالاختلاف، والخلاف مشروع في بعض الأحيان. ممكن يكون فيه الخلاف مشروع مع ان ضد الخلاف، لكن مفيش مشكلة ان احنا نقبله على اعتبار انه جزء من الطبيعة البشرية. ده كان معنى التسامح بشكل عام. وقلنا ولازم نعيدها ونقول تاني ان التسامح ان التسامح عكس التعصب، وهو لا يليق بالفلاسفة، لا يليق بدارس الفلسفة انه يكون متعصب للرأي. بالمناسبة ده حتى الدين نفسه، احنا من شويه كنا بنتكلم على الآية اللي بتقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن اللي في الآية بيسموها إن التوكيد، غرضها القصد، إن الله سبحانه وتعالى قصد أن يخلق البشر مختلفين، شعوب وقبائل. إذن دي سنة ربانية وسنة طبيعية في الإنسان، إذا اتفقنا أن الاختلاف ده شيء طبيعي في تركيب الإنسان. عشان كده التسامح يعتمد على ال3 مبادئ دول، والمبدأ الأخير رغم تحفظنا عليه وهو مشروعية الخلاف لكننا نقبله. طيب، أنا بوصف نفسي أن أنا شخص متسامح فكريا على أي أساس؟ على أي أساس؟ قال لي عشان أقول أن الشخص اللي قصادي متسامح فكريا لابد أن يتوافر فيه مجموعة من الخصال.
خصال تميز الشخص المتسامح فكريا. تعالوا نشوف مع بعض الخصال دي قد ايه. 3 خصال مهمين، اذا توفروا فيك يبقى انت شخص متسامح فكريا، لكن اذا غابت خاصيه منهم اعرف ان غاب عنك جزء مهم جدا من مهاره التسامح الفكري كدارس للفلسفه وكانسان بشكل عام. نشوف مع بعض الخصال دي. اول خاصيه منهم او خصله منهم هي المرونه الفكريه. يعني ايه المرونه الفكريه؟ وخلي بالك معلش كالعاده انا هربط ما بين المرونه الفكريه وبين شيء قبل كده خدناه. المرونه الفكريه قال ايه هي؟ قال هي اي تغيير وتعديل الافكار اذا ثبت عدم صحتها. ونقف مع بعض. انا بس عايز اقول على حاجه مهمه جدا، اسمحوا لي بس اربط بين حاجه مهمه. لما كنا بنتكلم من خصائص التفكير الانساني بشكل عام انه يخلي حضرتك عندك قدره على التكيف مع المتغيرات اللي حواليك، ده بشكل عملي بشكل بسيط. انت نفسك كطالب النهارده في المرحله الثانويه انا بكلمه، انت لو في برنامج جديد ظهر من البرامج الشات اللي ممكن تستخدمها، انت على طول هتجري بسرعه جدا عشان تتعلمه وتتقنه وتستخدمه. انت كده تكيفت مع متغيرات، غيرت في اسلوب تفكيرك. وممكن ترمي برنامج تاني كنت بتعتمد عليه ومعتاد عليه. انا دايما اقول كده لاولادنا، اقول لهم خلي بالك افكار الانسان عامله زي منتجات التكنولوجيا، زي اجهزه الموبايل اللي في ايدك. كل جهاز في ايدك ثبت صلاحيته، ثبت صحته، ثبت انه قادر يقدم لك المعلومه ويقدم لك الخدمه ويقدم لك المنفعه. الموبايل اللي في ايدك ده هتفضل محتفظ بيه. لكن اذا كان الموبايل اللي في ايدك النهارده او الجهاز اللي في ايدك النهارده ده ما قدملكش ده، مش قادر يقدم لك المنفعه اللي انت بتاخدها من وراه، هترمي الجهاز ده وتجيب جهاز جديد. دي اسمها مرونه في التعامل مع الاجهزه الالكترونيه بمنطق المنفعه. طبعا انا عارف الافكار كده، وخلي بالك انا بقول لك الافكار ما بقولكش اخلاق ولا دين. افكار الانسان لازم نتعامل معها بنفس المنطق. الفكره اللي يثبت صحتها وتثبت انها قادره على انها تثبت وتحقق المنفعه من وراها وتحقق الفايده من وراها، هبقيها زي ما هي. لكن فكره ثبت بالدليل المنطقي والعقل انها خطا، اغيرها. يبقى عندي مرونه فكريه ان اغير اي راي اي فكره طالما ثبت بالدليل عدم صحتها. اغير وجهه نظر معينه في دماغي طالما مش قادر ادافع عنها، مش قادر اثبت صحتها. حد قصادي كده بيكلمني فاثبت لي بالدليل وبالمنطق ان فكرتي خطا، على طول اقول له خلاص انا موافق، انتهت. هغير الفكره واعدلها واعترف واشكره، ما عنديش مشكله. دي مرونه فكريه. يبقى المرونه الفكريه صفه اساسيه من المتسامح فكريا، يعني يقدر يغير يعدل يبدل اي فكره ثبت عدم صلاحيتها وعدم صحتها. مع السلامه خلاص. بس خلي بالك تاني مره انا بتكلم عن الافكار، ولا قلت اخلاق ولا قلت دين، لان طبعا دي ثوابت خاصه بالانسان، جزء من هويته وثقافته وجزء من هويته وثقافه اي مجتمع. تعالوا نشوف الفكره الثانيه من او الخاصيه الثانيه اللي لابد من توافرها في الشخص المتسامح فكريا. عشان تبقى متسامح فكريا لازم يكون عندك الخاصيه الثانيه. تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي تقبل النقد، بمعنى اي الاستفاده من تقويم الاخرين لافكارنا فندعم جوانب القوه ونصلح جوانب الضعف عندي. يعني كل شخص فينا اكيد مفيش حد فينا كل صفاته وكل خصائصه وكل شخصيته سليمه. اكيد كل واحد فينا عنده نقاط ضعف في شخصيته وعنده نقاط قوه. اكيد كل واحد فينا عنده اخطاء في شخصيته، واكيد كل واحد فينا عنده مميزات بتميزه. تقبل النقد انك تتقبل النقد من الاخرين. رحم الله رجل اهدى الي عيوبي. قول مأثور كده يقولون رحم الله رجل اهدى الي عيوبي. لما جه قال لي عيبك كذا وكذا وكذا وكذا. على فكره الشخص الذكي بس، مش المتسامح بس، مش المتسامح فقط. المتسامح ده لازم يكون عنده قدر من الذكاء انه يستفيد من نقد الاخرين. لما اقول لحضرتك ده عيبك 1 2 3 4، الاغبياء انا اسف يعني مش هيقبل النقد، مش هيعدل من ذاته، مش هيغير من طريقه تفكيره. لكن الشخص الذكي هو اللي هيسمع النقد من الاخر ويتقبله ويحترمه ويقدره ويبدا يعدل ويغير في عيوبه ويروح لنقاط قوته دي يدعمها ياكدها يطورها، ونقاط ضعفه يبدا يعالج. اذا كان عندي نقطه ضعف في شخصيتي ليه ما اغيرهاش؟ جزء من صفتي كشخص متسامح ان هقبل منك النقد ده، هقبله وابدا اغير وابدا اعدل في شخصيتي. عشان كده صفه تقبل النقد صفه تليق بالفلاسفه، ودي صفه شائعه جدا طبعا في تاريخ الفلسفه. نشوف اخر خاصيه
من خصائص الشخص المتسامح فكريا. الشخص المتسامح فكريا لابد أن يتصف بالخاصية الثالثة المهمة معانا دي النهاردة، وهي تقبل الرأي الآخر. إيه تقبل الرأي الآخر؟ يقول لك لازم الشخص المتسامح يتقبل الرأي الآخر. ما أنا متقبله. قال لي لا، تتقبله حتى في حال إنه اختلف عن معتقداتك، عن آرائك. أحد الفلاسفة يقول لك أنا على أتم الاستعداد أن أموت دفاعا عن حقك في أن تقول رأيك حتى وإن كان يخالف معتقدي. طبعا بس خلي بالك، أنا عايز أقف هنا شوية. تقبل الرأي الآخر مش معناه ان انا موافقك عليه وان انا مأيدك، بالعكس. ما احنا اتفقنا واحنا بنتكلم على الحوار ان اول خاصيه في الحوار كده ايه هو؟ ان كل طرف يتقبل الطرف الاخر ويحترم وجوده ويحترم رايه، وان احترام الراي الاخر جزء من احترامي للشخص اللي قصادي. فاجي هنا في خاصيه التسامح اقول لك خلي بالك، تقبل الراي الاخر جزء اصيل مهم جدا عندك لو انت شخص متسامح. انك تتقبل الرأي الآخر حتى ولو كنت مش مقتنع. حتى لو كنت مش مقتنع، لأن احترامي الرأي جزء من احترامي ليه. تقبل الرأي جزء من تقبله ليه. أنا بتقبل الناس كتير جدا، آرائهم مختلفين، ثقافتهم مختلفين، عادي جدا. وعلى فكرة يمكن طلاب ثانوي المرحلة الثانوية بيشوفوا ده. أنت ليك أصدقاء كتير جدا ممكن تكونوا مختلفين في الأذواق، في الآراء، في حاجات كتير جدا، لكن ما زلتم لسه أصحاب، ما زلتم لسه أصدقاء. فده وارد جدا. التسامح الفكري جزء منه نتقبل الرأي الآخر، وجزء من تقبلنا للرأي الآخر إن إحنا بنشوف ثقافة المجتمعات الأخرى، حضارتهم، منتجاتهم، بنتقبلها وبنقول إنهم شعوب أبدعت، لكن مش كل اللي أبدعوه أنا هاخده، مش كل اللي أنتجوه هيناسبني. ما أنا النهاردة الحضارة الأوروبية كلها، الحضارات كلها من حوالينا بتنتج كتير من الأجهزة والأدوات والمنتجات والثقافات والآراء والأفكار والنظريات، بنسمعها وبنستوعبها، لكن ما بنوافقش عليها كلها. بنقبل منها ما يتناسب مع عاداتنا، تقاليدنا، قيمنا، ثقافتنا، مع وجهة نظري، مع رؤيتي الشخصية. فتقبل الرأي الآخر ليس بالضرورة معناه إن أنا أؤيده أو أتفق معه على طول الخط. النهاردة في حلقتنا عملنا مراجعة سريعة جدا على خصائص التفكير الفلسفي، وعملنا مراجعة على مهارات التفكير الفلسفي. احنا عندنا 6 مهارات في التفكير الفلسفي. احنا عندنا مهارة الشك، مهارة النقد وعندنا مهارة الحوار، وعندنا مهارة التسامح الفكري. يتبقى لدينا أو مهارة التحليل والتركيب والتجريد والتعميم. لسه معانا مهارات تانية هنستكملها في حلقات تالية إن شاء الله، على وعد آخر بأن احنا في حلقاتنا القادمة نبدأ نكمل باقي أجزاء موضوعنا الثالث، خصائص التفكير الفلسفي ومهاراته، ثم من بعد ذلك نبدأ بمسألة المراجعة واستعراض أسئلة وفقا للنظام الجديد. على وعد آخر بحلقة جديدة نستكمل فيها باقي أجزاء منهجنا. نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرستنا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا. المدرسة علينا بتنادي عني اللي شايفها في وسط بلادي، بتلمنينا مع بعضينا، بتنمي فينا معلوماتنا. عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية، عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية. فرح